على مر التاريخ، كانت الاكتشافات العلمية دائما هي القوة الدافعة وراء التقدم الحضاري. من اختراع العجلة إلى اكتشاف الكهرباء، كانت الابتكارات تغير حياة البشر بشكل لا رجعة فيه. اليوم، ونحن نقف على عتبة المستقبل، تظهر اكتشافات جديدة تحمل في طياتها إمكانيات هائلة لتغيير مجرى التاريخ مرة أخرى. هذه الاكتشافات ليست مجرد تحسينات على تكنولوجيا موجودة، بل هي تطورات من شأنها أن تعيد صياغة الطريقة التي نعيش ونتفاعل بها مع العالم من حولنا. في هذا الفيديو، سنأخذكم في رحلة إلى عالم المستقبل، حيث سنستعرض أهم الاكتشافات العلمية التي قد تغير وجه الأرض كما نعرفه. تكنولوجيا تعديل الجينات كريسبر. تكنولوجيا كريسبر لتحرير الجينات، التي تسمح بتعديل الحمض النووي البشري بدقة غير مسبوقة، هي واحدة من أكبر الابتكارات التي شهدتها البشرية في مجال الطب. يعتقد أن هذه التكنولوجيا ستمكن البشر من القضاء على الأمراض الوراثية وتعديل الجينات المسببة للسرطان، وربما حتى تحسين القدرات البشرية مثل الذكاء والقوة. الذكاء الاصطناعي الفائق سوبر. الذكاء الاصطناعي اليوم بات يلعب دورا محوريا في حياتنا اليومية، لكن ما نتحدث عنه هنا هو الذكاء الاصطناعي الفائق، نظام يملك قدرات عقلية تتجاوز تلك التي لدى البشر في جميع المجالات. إذا تم تحقيقه، قد يحدث هذا الاكتشاف ثورة في كل شيء، من الرعاية الصحية إلى التعليم وحتى السياسة. تخيل عالما تحل فيه الأمراض المستعصية بفضل تحليلات الذكاء الاصطناعي، وتدار فيه الشركات والدول بشكل أكثر كفاءة وإنسانية. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف يأتي بتحديات أخلاقية ومخاوف حول فقدان السيطرة على هذه التكنولوجيا المتقدمة. الطاقة الاندماجية Nuclear Fusion. الطاقة الاندماجية هي حلم العلماء منذ عقود، فهي تعد بالطاقة النظيفة واللامحدودة. بينما تستخدم الطاقة النووية الحالية في المفاعلات من خلال الانشطار النووي، فإن الطاقة الاندماجية تستخدم العملية التي تحدث في قلب الشمس، حيث تندمج الذرات لتوليد كميات هائلة من الطاقة دون إنتاج نفايات مشعة خطيرة. إذا تمكن العلماء من تطوير هذه التقنية بشكل فعال، فقد تكون نهاية للطاقة الأحفورية، وتفتح الباب أمام مستقبل من الطاقة النظيفة التي يمكن أن توفر احتياجات البشرية من الكهرباء لأجيال قادمة. استكشاف الفضاء والتوسع فيه. استكشاف الفضاء كان دائما جزءا من حلم البشرية، لكننا على وشك تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال. بعثات إلى المريخ، بناء مستوطنات على القمر، واستخدام موارد الفضاء مثل المياه والمعادن ستغير مفهوم الحدود البشرية. قد نكون في طريقنا لتأسيس الحضارة الفضائية التي تمتد إلى الكواكب الأخرى. ومع التطور السريع في مجال الصواريخ والتكنولوجيا الفضائية، قد نرى قريبا إنجازات لم يكن من الممكن تخيلها سابقا، مثل استعمار المريخ أو حتى السفر بين النجوم. الاختراقات في الطب والتكنولوجيا الحيوية. في عالم الطب، شهدنا بالفعل تطورات مذهلة مثل الأعضاء الاصطناعية والأدوية الموجهة. ولكن المستقبل يحمل المزيد. الروبوتات الدقيقة التي يمكنها التنقل داخل جسم الإنسان لعلاج الأمراض من الداخل، أو الطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية لاستخدامها في عمليات الزرع، أو حتى استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض بشكل أسرع وأكثر دقة، كلها تقنيات على وشك أن تصبح حقيقة. هذه الاكتشافات ستغير مفهومنا عن الصحة والعلاج، وقد تمكن الإنسان من التغلب على الأمراض التي كانت تعتبر غير قابلة للعلاج. تكنولوجيا الحوسبة الكمومية Quantum Computing. تكنولوجيا الحوسبة الكمومية قد تكون مفتاحا لحل العديد من المشكلات المعقدة التي لا تستطيع الحواسيب التقليدية التعامل معها، من التشفير الأكثر أمانا إلى محاكاة الجزيئات الكيميائية المعقدة لتطوير أدوية جديدة. يمكن أن تكون الحوسبة الكمومية الثورة التالية في عالم التكنولوجيا. إذا تم تحقيق تقدم كاف في هذا المجال، فقد نرى حواسيب قادرة على إنجاز حسابات مستحيلة في وقت قياسي، مما يفتح الباب أمام اختراعات جديدة تماما في مجالات مثل الفيزياء والكيمياء وحتى الاقتصاد. التحول في التكنولوجيا الزراعية والغذائية. مع زيادة عدد سكان العالم،
أصبحت الحاجة إلى تكنولوجيا زراعية جديدة أكثر إلحاحاً. الابتكارات في الزراعة العمودية والزراعة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنتاج اللحوم في المختبرات كلها تقنيات ستغير كيفية توفير الغذاء للبشريات. هذا التحول قد يساعد في تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن الزراعة التقليدية، ويوفر غذاء صحيا وأكثر استدامة لمليارات الأشخاص حول العالم. نحن نعيش في عصر غير مسبوق من الابتكار والاكتشافات العلمية التي قد تغير وجه العالم إلى الأبد. هذه الابتكارات ستحسن حياتنا، لكنها تأتي أيضا مع تحديات أخلاقية وتكنولوجية يجب أن نكون مستعدين لمواجهتها. شكرا على المشاهدة، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بمحتوى الفيديو. إذا كان لديكم أي أفكار أو اكتشافات ترغبون في مناقشتها معنا، لا تترددوا في ترك تعليق أسفل الفيديو، ولا تنسوا تفعيل جرس الإشعارات حتى لا تفوتوا أي من مقاطع الفيديو القادمة.